هذا وين دخلت للدار، كملت المناج وجيت باش نحكو شوية على واحد الموضوع أنا نشوفه ياسر مهم للبنات والنساء الكل، ولازم أي واحدة فينا تدي حذرها من الموضوع هذا حبيباتي. واللي جبته لكم على شكل قصة حقيقية شفتها على الفيسبوك، شفتها كمنشور وأثرت فيا جدا وحبيت أني نشاركها معاكم. وعلى بالي كان الآلاف من النساء غلطوا الغلطة هذه، دونك تبعوا القصة للآخر باش تدوا العبرة، واللي فاتت عليها تجربة كيما هذه تشاركنا بها في التعليقات باش ما نطيحوش في نفس الفخ. واشكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بألف خير. اللي ما يعرفونيش انا اسمي آية، مرحبا بكم في قناتي اللي درتها خصيصا لأي امرأة عربية نحط فيها حاجات تخصكم وتنفعكم وتفيدكم وفي كل جوانب الحياة. دونك ديروا لي سبسكرايب وانضموا الى عائلتي الصغيرة باش نكبروها مع بعضنا. وصديقاتي اللي يعرفوني من قبل نقول لكم مساء الفل على عيونكم ونورتوني بحضوركم. صاحبة القصة تقول: أنا متزوجة وراجلي في عرسي ما دار لي حتى حاجة تاع ذهب، أعطاني غير 10 ملايين وقال لي بعد العرس أنا ندير لك الذهب. فاتت 10 سنين ويوم يجيب يوم وولوا عندي 3 أولاد. كنا ساكنين مع أهله مع الأول ومن بعد خرجنا كرينا وحدنا. نهار جاني بفكرة أنه نشرو بناء فوضوي يعني بلاك وارد. المهم هو حط دراهم وقال لي عاونيني. انا عاونته، اعطيته انسام كنت ديجا بعد ذهبي وجابت لي 35 مليون، مع العلم انه ذهب هذا داروا لي بابا. مديتهم له ووعدني انه يرجعهم لي. درك راهي ماشيه في 8 سنين ما رجع لي حتى حاجه منهم، وكي نجبدلو يبقى يقول لي المهم هنيتك من الكرا، على اساس انه هذه مسؤوليتي انا ماشي مسؤوليته هو انه يوفر السكن. المهم فتها ليامات هذو كنا نتعشاو وقال لي شفت طاكسي دير 60 مليون. بقى يلمح لي على الذهب اللي بقى عندي. قلت له انا ما عنديش وما نمدش وما نقدرش نعاونك، والذهب هذا اصلا انا كنت دايرته ان شاء الله وناويه اني ندير منه دار، واصلا ماهوش صم كبيره، يعني يجيب في حدود 50 مليون فقط. ودارهم الكل ما حبوش يسلفوه، وهو عينه خارجة غير على الذهب تاعي، وديما يقول لي المزية عنا هذاك الذهب على اساس تاعو وهو 1000 فرنك ما حطهاش فيه. للعلم انا راني خدامة وشهريتي اكثر من شهريته، ما راني كاملة رايحة على الدار، على مصاريف الدار وعلى اولادي فقط، ما ندير بها في حتى حاجة لروحي. وكي نقول له من مدش ذهبي يقلق ويعاركني. حسيت روحي مضغوطة وقلبي راح يتفلق. اعطوني حل باحترام وقولوا لي وش ندير. صراحة البنات انا كي قريت المنشور هذا استفزني جدا، وما استفزنيش غير الراجل في القصة، استفزتني المرأة اللي هي كانت سبب بكلش. ديما نعرفوا انه كاين في الدنيا هذه طاقة انثوية وطاقة رجولية. قبل ما نحكو على الذهب، قبل ما نحكو على الدراهم، قبل ما نحكو على الصوارد، قبل ما نحكو على اي حاجة، كاينة طاقة الانوثة وطاقة الرجولة. الراجل كي تبدي انت تمديله وتبدي تعاوني فيه وتبدي تعطيه في ذهبك، طاقة رجولته تهبط وترجع في بلاصتها حاجة اسمها طاقة الأنوثة. يولي هو عنده طاقة الأنوثة وانت عندك طاقة الذكورة، طاقة الرجولة. الحاجة هذه راح تدير اختلال في العلاقة بيناتكم. هذه أول حاجة وهذه أكبر مشكلة راح تعاني منها المجتمعات الجزائرية درك. احنا ديما نلومو غير على الراجل، ما على بالناش باللي الغلطة الكبيرة راهي عند المرأة أكثر من الرجل. ما تعاونيش وحبيبتي، الراجل هو القوام،
هو القوام بما أنفق. والقوامة لهنا مش غير في الإنفاق، القوامة في كلش. لازم هو اللي يكون مسؤول. الراجل اللي ما يكونش سابق مرته بخطوة ما اسموش راجل وما يسماش راجل. الراجل ديما هو اللي يكون القائد تاع المركب. هذه حاجة ما تعيبش المرأة، بالعكس. المرأة ما لازمش تكون ند بالند مع الراجل، ما لازمش تكون متحملة مسؤولية مع الراجل. هو اللي لازم يكون قوام، لازم تكون عنده القوامة. بلا ما نحكو على الذهب وبلا ما نحكو على حتى حاجة أخرى، أنا نحكو غير على الطاقة برك، طاقة الرجولة وطاقة الأنوثة. طاقة أنوثتك لازم تبقى فيك، لازم تبقي ديما أنثى قدامه، تبقي ديما أنثى في نظره. كيفاش تبقي أنثى في نظره؟ بالعكس، انتي اللي تطلبي، انتي اللي تدي، انتي اللي تستقبلي. هو يمد، فهمتي؟ هو يمد. هو وش يمد؟ يمد اهتمام، يمد دراهم، يمد سكن، يمد دفء. وصدقيني كي ما تمديلوش ما هوش راح يقول ما مدتليش، ما هوش راح يقول طماعة، ما هوش راح يقول سقاطة، لا، ما هوش راح يقول هذا ما كامل. بالعكس، راح يشوف انه انتي انثى. انثى، انتي اللي لازم يتمدلك، مش انتي اللي تمدي. ولكن خفتي يا سيدي انه يقول عليك بخيلة، ولا يقول عليك طماعة، ولا يقول عليك ما تمديش، ولا يقول عليك ذهبك اعز منه، ولا تبدا الهضره هذيك الماسطه تاع الرجاله تاع تحبي الدراهم اكثر مني وتحبي ذهبك اكثر مني. ما تبينيلوش اصلا انه عندك ذهب من المره الاولى. خلي صواردك ليك وشهريتك ليك، وديري بها الذهب، وديري بها الدار، واصرفي على روحك ونغنغي روحك. وبالعكس خلي هو كي يشوفك يحس انه متزوج اجمل امرأة في العالم. شهريتك هذيك خبي نصها ونصها اصرفي على روحك. اشري مكياجك، واشري قشك، واشري قش الدار، واشري قش البرة. وكي تحبي تعاوني، عاوني باقل القليل. شفتي بار اكزومبل تدي في 4 ملايين ونص، عاوني بالنص. 4 ملايين متاعك يا حبيبتي، متاعك انت. الراجل هو اللي يصرف، نقطة وارجع للسطر. ما نحبش حتى واحدة تعاود تغلط غلطة كيما هذه. ذهبك راهو تاعك، وسيرتو الذهب اللي دارهولك بيك، اللي تعب وشقى وعمل وخدم 70,000 خدمة باش يديرلك شوية ذهب هذاك طاحي انت تمديهولو. سا سفي با يا جماعه، سا سفي با. ما تخموش كيما هك. التخمام هذا راهو ما يخرجكمش بتاتا. لازم ديما تخمي في نفسك انتي قبل كلش. وباش ما نكونش انسانه ظالمه ولا نكون انسانه شريره في روايه احدهم، انتي كأنثى كامرأة عيوني راجلك ما كيكون هو طول عمره يصرف عليك، وعمره ما منعك من حاجة، وطول عمره يعطيك، وطول عمره يمدلك، وطول عمره يصرف عليك. وش راح نقولك؟ يعني إنسان أصل هو منغنغك وطحت بيه، فريمون طحت بيه تاع سيبون. ما كان حتى واحد راح يقدر انه يمدله، ما كان حتى واحد راح يقدر انه يعاونه. عاونيه، لا انا نقولك عاونيه عادي، راكي انتي وياه على هم الدنيا. ما يكونش هو وهم الدنيا عليك. لهنا الأولوية تكون انك تخمي في روحك اولا قبل كلش. ان شاء الله يكون الفيديو هذا عجبكم. على بالي كان فيديو طويل، انا عاده ما نحبش نطول عليكم في الفيديو باش تقدروا انكم تتفرجوه من الاول للاخر. على بالي الفيديو الطوال ساعات يكونوا مملين، ما انا استفزني الموضوع هذا وحبيت اني نحكي عليه من الاول للاخر ونمد رايي فيه بصراحه. وراح نستنى وراح نشوف رايكم في لي كومنتير. قولوا لي اللي فاتت عليها تجربه كيما هذه، ولا شافت واحده فاتت عليها التجربه هذه تنصحنا وتقول لنا هي وش دارت وش كانت ردة فعلها. وان شاء الله تتقبلوا نصيحتي. وصح راني ننصح فيكم من قلبي، بسكو شفت بعيني النساء اللي داروا هكا كيفاش صرالهم وش صرالهم، وعندي 2000 حكايه ونقدر نحكيهم لكم باش تدوا منهم العبرة. وهذا كان الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم. ان شاء الله يكون فيديو خفيف ظريف عليكم، ودمتم في امان الله حبيباتي، وان شاء الله تعيشوا حياتكم الكل سعداء وعندكم الخير الكل وتملكوا الدنيا هذه الكل، وتهلوا في رواحكم ياسر ياسر ياسر. لنفسكم عليكم حق، وتهلوا لي في رواحكم. وما تنسونيش بالسبسكرايب واللايك
باش تطلع قناتي وباش توصل لأكثر عدد ممكن من البنويت اللي لازم انهم يستفادوا من لي فيديو هذوما، وابعثوها لصحاباتكم ما تنسوهمش، ودمتم في امان الله.